فيديو النهاردة في حتة تانية خالص. طبعا لكل عشاق الشوكولاتة، كوكيز الشوكولاتة النهاردة بصراحة يا جماعة هنعمله بأبسط طريقة وأسهل مقادير. بس أهم حاجة إن احنا بنتبع الخطوات علشان يطلع معاكي ناجح. الكوكيز يا جماعة فيه تريكات كده كتيرة لازم نتبعها علشان الكوكيز يطلع معايا ناجح من أول مرة. أول حاجة طبعا احنا نزلنا هنا الكوكيز الأمريكانة بالنسبة للون اللي هو الفانيليا. طبعا بصراحة طلع في حتة تانية واستخدمنا فيه الشوكولاتة البلجيكي. طبعا النهارده هنعمل باقل مقادير شويه علشان الناس اللي نفسها تعمله. بس النهارده هنعمل الكوكيز الشوكولاته. تابعوني وتابعوا الفيديو للاخر. لو عجبكم الفيديو متنساش تدعموني باللايك والاشتراك. اول حاجه هنا معايا نص كوبايه من الزبده اللينه، بس الزبده يا جماعه ما تكونش سايحه وفي نفس الوقت انا عايزاها تكون برضو سقعانه زي ما انتم شايفين. وحطيت نص كوبايه من السكر البني على ربع كوبايه من السكر الابيض. السكر البني يا جماعه موجود عند اي مستلزمات حلويات طبعا اساسي. ما حبيتش طبعا ان انا استخدم برضو السكر الابيض وحطيت عليه معلقه عسل، لا، الطعم الاصلي للكوكيز اللي هو السكر البني. حطيت المقادير على بعض زي ما انتم شايفين، الزبده على السكر، وابتديت ان انا اقلبها حلو. اي مقادير يا جماعه، اي مستلزمات موجوده عند مستلزمات الحلويات. حطيت طبعا الزبده على السكر وابتديت ان انا اقلبهم حلو. احنا النهارده يا جماعه مش هنستخدم ولا عجان ولا اي حاجه، هنستخدم المعلقه علشان انا عايزه ابسط عليكم الطريقه والمقادير عشان تتبعيها وتطلعي منها احلى كوكيز بجد بجد. الصبح بقى مع كوبايه شاي او قهوه بجد طعمه منقول في حته تانية خالص. كمان هنا معايا بيضة ومعايا باك فانيليا بحطهم على الزبدة بتاعتي والسكر. وبعد كده برضو ببتدي ان انا اقلب حلو قوي علشان انا عايزة المكونات كلها تندمج مع بعض. تركات يا جماعة نمشي عليها علشان يطلع الكوكيز يا جماعة مظبوط مني. كوكيز مش معنى ان انا بحط سكر على زبدة واقول انا هطلع اي كوكيز، لا. النهارده احنا مش بنعمل الكوكيز اللي هو الشعبي او بتاع الافران، لا، احنا بنعمل الكوكيز الاصلي اللي هو بيتباع في المحلات طبعا غالي. فحبينا ان احنا نعمله بأبسط طريقة واسهل مقادير. بنتبع الخطوات للاخر وبنمشي واحدة 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 على التريكات دي علشان اطلع منها الكوكيز مظبوط وناجح. بنزل بقى بالدقيق بتاعي زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجة ان انا بنخل الدقيق، وبعد كده بيكون معايا البيكنج باودر والبيكنج صودا. لازم اعمل معادلة بين الاتنين يا جماعة. هحط ربع معلقة من البيكنج باودر وربع معلقة من البيكنج صودا، الاتنين لازم يكونوا متساويين قدام بعض. حطيتهم زي ما انتم شايفين كده وابتديت ان انا انخلهم، ونزلت بنص كوبايه الدقيق الباقيه. الدقيق هنا دقيق سنبله الفرات لجميع الاستعمالات. لو انت حابه تستخدمي اي دقيق متاح بالنسبه لك مفيش اي مشكله، ولو عندك دقيق الكعك والبسكوت هيبقى برضه ممتاز جدا. بقلب كل المقادير زي ما انتم شايفين كده، وما ننساش كمان بس رشه الملح. بقلب مع بعض حلو قوي كده زي ما انتم شايفين عشان المكونات كلها تندمج مع بعض. انا ماشيه معاكم خطوه خطوه علشان تطلعي احلى كوكيز. لو انت كمان بتطلعي شغل اونلاين واوردرات يا جماعه بيطلع شغل اونلاين واوردرات، وانتوا شايفين الاتمان طبعا عاليه والحاجات المستخدمه بتكون عاليه جدا. معايا هنا 3 معالق كبار من الكاكاو. ببتدي برضو ان انا انخلهم. انا هنا استخدمت كاكاو هولندي، ما استخدمتش بصراحه الكاكاو الاسباني، لان الكاكاو الاسباني بصراحه يعني بقى مغشوش ما عادش زي الاول. فطبعا هنا استخدمت الكاكاو الهولندي، بصراحة أحلى بكتير كتير جدا من الأسباني. حطيت معلقتين هنا في الأول وابتديت إن أنا أقلبهم، وبعد كده هنزل بالمعلقة التالتة 3 معالق مليانين من الكاكاو. وبالنسبة للدقيق حوالي كوباية ونص، ولو عايز معلقة كمان ممكن بحط. العجينة بتاعتي يا جماعة بيكون فيها نسبة تلزيق شوية، ما بتبقاش عجينة قاسية. تمام كده لغايه دلوقتي مفيش اي متهيالي حاجه صعبه في الفيديو. انا ماشيه معاكم خطوه خطوه وكل حاجه احنا اتكلمنا عليها. زي ما انتم شايفين بقى كده نزلت بقى معلقه الدقيق الباقيه وابتديت ان انا اقلب. في خطوه كمان لازم نعملها، ان احنا بعد ما بنخلص العجن بتاعي بتاع الدقيق بتاع الكوكيز ببتدي ان انا احطها في التلاجة بتاع حوالي ربع ساعه علشان اعرف اشتغل بيها. دي تريكات يا جماعة بنمشي عليها بتطلع معاكي الكوكيز منقول في حتة تانية خالص. بغطيها في كيس استرتش كده او اي كيس تلاجة عندك، وبحطها 10 دقايق او ربع ساعة لغاية ما تحضري الصاج بتاعك بقى وبتبتدي تشتغلي. انا هنا معايا شوكولاتة سما طبيعي زي ما انتوا شايفين كده. حابة بقى تحطيها على الكوكيز من بره، حابة تحطي فيه الكوكيز من جوه، مفيش اي مشكلة.
طبعا زي ما انت عايزه او زي ما هو مطلوب منك، او طبعا لو انت هتفرحي ولادك مفيش اي مشكله. حطيت طبعا الصاج بتاعي زي ما انتم شايفين وفرشته بورقه الزبده، وكمان بكون مسخنه الفرن بتاعتي على درجه حراره 180، بياخد حوالي من 12 ل 14 دقيقه، مش كونش اكتر يا جماعه من كده، لاني انا عايزه الكوكيز بتاعي فاتشي من بره وجوسي كده من جوه. ابتديت بقى ان انا اقفل كده على الشوكولاته بتاعتي واحطهم كده بعاد كل واحده عن التانية. حابه بقى انت توزنيها بالميزان براحتك علشان كلهم يطلعوا قد بعض مفيش اي مشكله. انا خدتها طبعا هنا بالنظر، وابتديت ان انا ارصصه في الصاج كده وكل واحده بعيده عن التانية، عشان طبعا الكوكيز بتاعي لما بيخش الفرن بيبتدي طبعا ان هو يفرد شويه، عشان طبعا ما يطلعوش ملزقين كده جنب بعض. وطبعا اول ما بيطلع بسيبه يبرد خالص وببتدي ان انا اشوفه. مش يا جماعه طبعا هو بيطلع من الفرن بيكون طري، لا بسيبه شويه بتاع 10 دقايق علشان بعد كده ابتدي ان انا اشوف الكوكيزيه بتاعتي اخبارها ايه. الكوكيز يا جماعة بالذات اللي بالشوكولاتة بجد بجد منقول في حتة تانية خالص. الطعم بجد حكاية. كمان لو انت حابة تحطي مع الكاكاو معلقة من القهوة سريعة الذوبان، بصراحة هتنقله في حتة تانية خالص. الكوكيز يا جماعة بجد منقول في حتة تانية. نجرب الطريقة ونمشي على المقادير بالظبط، هيطلع معاكي أحلى كوكيز. زي ما انتوا شايفين كده رصينا بقى الكوكيز بتاعنا، حطينا بقى من شوكولاته من بره والشوكولاته زي ما انتوا شايفين من جوه، مفيش اي مشكله زي براحتك. لو انت طبعا مفيش اي الشوكولاته دي مش متواجده، في الشوكولاته اللي هي الكريز الشوكولاته اللي احنا بنشتريها من عند مستلزمات الحلويات اللي بتخش الفرن الحراري، دي بتستخدم برضو للكوكيز. يعني ممكن تسد مكان الشوكولاته دي طبعا لو مش متواجد دي. زي ما انتوا بقى شايفين بعد الكوكيز بتاعي ما طلع من الفرن، شايفين الكوكيز بصراحة يا جماعة بنقول في حتة تانية خالص. الكوكيزاية والحجم وشكلها بجد، وشايفينها من بره عاملة ازاي ومن جوه باتش من بره وجوزي جدا من جوه. بس بجد الكوكيز طعمه وريحته في حتة تانية خالص. طبعا قطع الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين بجد طعمها برضو منقول في حتة تانية خالص مع الكوكيز. تابعوني على صفحتي مملكة الحلويات.